يا نجوم، عاملين ايه؟ وحشتوني والله. انا عارف ان انا قصرت وعارف ان انا اتاخرت، يعني بقالي تقريبا اسبوعين او ثلاثه ما نزلش. بس ده نظرا لظروف والدي كان تعبان شويه، اتمنى تدعوا له بالشفاء وان هو يقوم بالسلامه. وبحب اشكر والله العظيم كل الناس اللي قلقت عليا وسالت، حابب اشكركم جدا. بس ان شاء الله ناوي اعوضكم يعني، وفيديوهات هتتصور والدنيا هتتظبط. وفي رمضان بإذن الله بنجهز لحاجة حلوة في رمضان، ادعوا لنا بس كده بالتوفيق والدنيا هتمشي. وفي رمضان بإذن الله هبهركم. وبس من غير ما أطول عليكم نخش في الموضوع على طول. القصة بدأت بعد الحادثة. بعد الحادثة بقى الخوف ملازمني، بقيت بحس بحاجات ما كنتش متعود عليها: قلق، توتر، انهزام، ضعف، خوف من المجتمع، وانعدام للشغف، انعدام للرغبة. مشاعر كتير ما كنتش متعود عليها، كانت حاجة غريبة بالنسبة لي. بس ده كان مبرر، لأن صعب جدا إنك يبقى عندك كل حاجة فجأة كل حاجة تختفي منك. وربنا يكفيك شر السلب بعد عطاء، خصوصا لو كان في صحتك. في الوقت ده هتميز وهتعرف يعني ايه صحبة عيلة. آلاف من صحابك، هم 3 أو 4 اللي هيقفوا جنبك في شدتك. هم دول صحابك اللي بجد، هم دول فعلا الناس اللي بتحبك وبتخاف عليك. بس لما كنت براجع نفسي، كنت بيني وبين نفسي كنت بقول لا، انا مش هرجع الفترة دي تاني. انا مش هرجع ليها لاني تعبت فيها وتعبت على ما طلعت منها، ولسه بتعافى من اثارها لحد دلوقتي. في الفترة دي كان جالي هدية. اللي جابت لي الهدية كان حد كان بيجمعنا كل مشاعر حب وذكريات جميلة وكل حاجة حلوة. كان حد كنت بحبه جدا وكنت متعلق بيه لدرجة ان انا ما كنتش عايز غيره، انا اصلا ما كنتش شايف غيره. حد كنت بحترمه جدا وكنت بحبه جدا. بس هي كان عندها مشكلة في التعلق، انا ما كنتش فاهم المشكلة دي او ما كنتش مدركها. فهي مع الوقت قررت انها تبعد. على قد ما كانش في بينا حاجة اصلا، على قد ما انا كنت بحب الشخص ده، بس هي قررت انها تبعد. وما بين احساس انك مش عايز غيرها، وما بين احساس انك بتحبها، فانت كان لازم يعني تحترم قرارها. بس انا شخص ما بيعرفش يبين قوي مشاعر والكلام ده، فكان لازم انك تبعد وتحترم قرار الشخص اللي قدامك لانك بتحبه. دي حاجة، ولان هو قرر كده وانت مش هتيجي على كرامتك يعني. بس مع الوقت حاولت اعرف بعدها بهدف ان انساها، بس اكتشفت ان انا مش عايز اعرف بعدها عشان انساها. اكتشفت ان انا كنت بدور عليها في غيرها، انا كنت بعرف غيرها عشان الاقيها تاني. وده مستحيل لان احنا كبشر ما بنتكررش، والا كان في بقى منا كتير، الموضوع بقى سهل. بس للاسف ما فيش حاجه اسمها نسيان. على قد ما انا شخص مقتنع بالعلم وبالدين، على قد ما انا مقتنع ان مفيش حاجه اسمها نسيان. الانسان ما بينساش، مفيش بني ادم بينسى. هو غلط ان الانسان يلوم على الماضي، بس الانسان ما بينساش، هو مجرد تناسي، ما هو الا تناسي بسبب وجود شيء يلهيك. وما دام الشيء اللي بيلهيك ده راح، هترجع تفتكر تاني الذكريات وهيرجع لك نفس الالم ونفس القبضه ونفس الوجع. فالانسان ما بينساش. ووقت ما تقرر انك عايز تنسى، ده هيكون اكتر وقت انت مش هتعرف تنسى فيه، لان الشخص اللي بتحبه اول الحب ده ما بيتنسيش. خصوصا لو الحب الاولاني ده كان صادق، فانت مش تنساه يا صاحبي، وهتفضل تشوفه في حلمك، تشوفه في يومك، تقدر تدور على حد شبهها بس مش هتلاقي. وهيفضل دايما بالك مشغول ومش هتعرف تتخطى الموضوع. وحتى لو بنيت حياة وكملت، هتفضل برضو حنينك للشخص الأولاني. زي ما في شاعر اسمه تمام كان بيقول: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأولي، كم منزل في الأرض يعشقه الفتى، وحنينه أبدا لأول منزلي. فهتقلب زي ما تتقلب يا صاحبي، هيفضل حنينك لأول حد انت حبيته. ومهما حاولت انك تعدي، هتفضل تفتكره وهتفضل تحبه. حتى لو عشت حياتك مع غيره وبنيت أسرة واتجوزت خلاص وبقى فيه حياة، هتفضل تفتكره ومش بعيد تحلم بيه. هيفضل طيف حواليك. ما كانتش مشكلتي في ان انا بحبها، انا كانت مشكلتي في ان انا مش عارف هل هي بتحبني ولا لا. ولما هي قررت تبعد، انا ما اعترضتش، لاني على قد ما انا بحبها، على قد ما قلت لك ان انا كان لازم احترم قرارها. بس ده مش موضوعنا. اللي عرفني ان هي اللي بعت الهديه، ان في نفس الوقت اللي جالي فيه الهديه اتبعت لي فيه فويس نوت على الانستا، كان بيقول: هو انت عامل ايه؟ انا عرفت انك عملت عملية وكده، وحبيت بس اطمن عليك، وهو بتأسف لك اني
مش هعرف اشوفك عشان انا حاليا اتقرب فتحتي وبابايا حدد ميعاد الخطوبة خلاص. بس حبيت ابعتلك هدية علشان احتمال ما نتكلمش تاني. عارفة انك بتحب ترسم فجبتلك لوحة شفتها في معرض، وعارفة انك بتحب اللوحة القديمة او الاثرية، فحبيت اجيبها لك او صاحب المعرض قال لي انها مش مجرد لوحة، ودي وراها قصة وممكن تغير حياتي اللي ياخدها وكده 360 درجة. فحبيت ابعتها لك. سلام بقى عشان ما اطولش عليك. كانت صدمة بالنسبة لي، على قد ما فرعنا كان طويل، على قد ما عدى سنين، يعني 4 أو 5 سنين ما بنتكلمش، على قد ما الرسالة وجعتني، على قد ما أنا اتضايقت من الرسالة دي واتصدمت. بس كنت دايما بقول الحمد لله، وده نصيب وهي مش نصيبي، وأكيد نصيبها في اللي أحسن مني وهي تستاهل الأحسن. بس الرسالة نستني أصلا الهدية، ورميت الهدية وتاهت، وعدى أيام وبدأت أتعافى، بس أثر الاكتئاب كان لسه مكمل، لأني ما خسرتش أكتر حد أنا حبيته، بس أنا خسرت أكتر حد أنا حبيته، وخسرت شغلي، وخسرت ناس كتير قوي كنت بحبها في مرحلة الحادثة، وخسرت حاجات كتير كان نفسي إن هي تكمل. في الوقت ده كان واحد صاحبي بدأ إن هو يقترح عليا إن أنا أنزل معاه شغل في مجال المطاعم والسيرفيس والكلام ده، كان هو شغال فيه، بهدف إن أنا أتعرف على ناس جديدة وأطلع من الاكتئاب ومن المود اللي أنا كنت حاطط نفسي فيه ده. وفعلا نزلت معاه، وعدى يوم واتنين وشهر واتنين، وبدأت أحب الشغل وأتأقلم معاه. اتعرفت في الفترة دي على ناس فعلا ناس حلوة جدا، وفعلا ناس يعني بتقدم لك سنين من خبرتها حرفيا ببلاش. كان فعلا مكان الروح العيلة اللي بتتعامل فيه، او روح الناس اللي شغالة فيه، كانت حلوة جدا، وده كانت من احسن الفترات اللي عدت عليا فعلا. وهفضل مهما وصلت ومهما عليت ومهما فات بيا الزمن، هفضل بكن كل الاحترام للمكان ده. بعد فترة طويلة وكنت شبه اتعافيت، وكنت اتعرفت على ناس كتير حلوة، وبدأت اتخطى الموضوع. كنت رايح في يوم الشغل عادي جدا، ولقيت واحد قاعد على طرف الطريق، مش بنقول بيشحت لان كلمة رخمة، بس كان واحد شكله غريب شوية. عارف انت الناس اللي بتيجي في الافلام اللي هي شكلها عامل شبه اللي هو بيقولك مجاذيب، او الناس اللي فعلا اللي شكلها مشرد. واحد شعره طويل جدا وملعبك، ودانه كبيرة جدا برضه وملعبكة، وشكله متبهدل وهدومه مقطعة، يعني شخص شكله في حالة يعني يرثى لها زي ما بيقولوا. كان قاعد على جنب الطريق، وانا رحت عشان اديله فلوس، ما خدش الفلوس، لقيته بصلي جامد كده وقام متبت في ايدي وقال لي اللوحة ما بنحبش اللي ينساها. شديت ايدي منه، وكنت مرعوب بصراحة، وكنت متوتر جدا، وكنت مش فاهم هو مجنون ولا في ايه. وشديت ايدي منه ورحت لحد المطعم. اول ما وصلت عند البوابة ببص ورايا، انا ما لقيتش الراجل، حرفيا كانه فص ملح وداب. معرفش بقى هو مشي ولا جري ولا اختفى ولا ايه اللي حصل، بس انا ما لقيتلوش اثر. دخلت الشغل وكملت اليوم، وانا كنت فعلا قلقان، وطلعت وروحت. بعد ما روحت قعدت مع نفسي افكر في كلام الراجل ده، لان ما كانش جالي نوم، وافتكرت كلام البنت اللي قلت لكم عليها، ان هي كانت بتقول لي ان الهديه كانت لوحه. هنا الفضول بدأ يشتغل، وقعدت ادور حرفيا على اللوحه، لاني فعلا ما كنتش فاكر حاططها فين. قلبت عليها الاوضه حرفيا، لحد ما في الاخر لقيتها في درج من الدولاب. هي عباره عن لوحه مرسومه بالزيت لواحده في سن ال30 تقريبا، ملفوفه في ورق، والورق ده ملفوف في قماش ابيض اشبه بقماش الكفن. القماش ده فعلا شايل كميه تراب رهيبه، مع ان الدرج كان كل حاجه فيه نضيفه. التراب ما كانش غير على اللوحه وبس، والتراب اللي كان عليها كان اشبه بتراب الحريق. المهم ان انا طلعت اللوحه وبصيت لها، وقلت اكيد صدفه، اكيد الراجل ده مجنون، يعني انا هاخد على كلام الراجل ده. دعبست عندي، وكان عندي برواز قديم كده شكله لايق مع الصوره، وقمت معلقها في البرواز ده ومعلقها في اوضتي. وحاولت انام بس ما عرفتش. كان اللوحه كان ليها احساس غريب، كنت كل ما تبص للوحه، عارف انت احساس الخنقه والضيقه، احساس ان اللوحه عايز تقول لك حاجه بس مش عارف، في احساس رخم، احساس فعلا يوتر ويخوف. حاولت اتجاهل ده كله، وقلت اكيد انا واهم نفسي بسبب الراجل اللي قالهولي والكلام ده، اكيد انا واهم نفسي يعني. وحاولت انام ونمت. حلمت بحلم غريب قوي. حلمت ان انا واقف في اوضتي وبتفرج عليا وانا قاعد على الكرسي قدام اللوحه ومبرق لها جامد، واللوحه
نظراتها كل شويه عماله تضيق، وكل شويه النظره يبقى فيها شر وفيها غل اكتر، كل شويه النظره تتغير او ملامح اللوحه تتغير لحاجه مرعبه اكتر. وبدات ان اللوحه حجمها يكبر لحد ما بقت في حجم الجدار حرفيا، وانا تنتني وصلتها لحد ما اتسحبت جواها وصحيت مفزوع على كده. قمت لقيت اللوحه في وشي متعلقه على الجدار زي ما هي. كان عندي مفهوم ساعتها لان انا برسم ان اللوحه دايما بتعكس احساس اللي راسمها. يعني لو انت راسم اللوحه دي وانت تعبان، فاللوحه يبقى فيها ملامح التعب، او اللي يبص لها هيحس باحساسك. ولو انت زعلان ورسمت اللوحه، حتى لو اللوحه سعيده وواحد بيبص لها، فهو هيحس بنفس احساس اللي رسمها في الوقت ده. فاللوحه ما هي الا جسر المشاعر اللي بينقل الاحساس اللي راسمها. فانا كنت مقتنع جدا بالكلمه دي، فكنت ببرر الموضوع بكده. اكيد اللوحه دي اللي راسمها كان مش في احسن حال، وده اللي عمل فيها المشاعر دي او الاحساس اللي انت بتحسه، احساس الضيقه او الخنقه ده. بس فعلا كانت اللوحه فيها طاقه سلبيه غبيه، كانت في طاقه سلبيه بكميه ما اقدرش اوصفها. فعلا كنت تبص للوحه تحس انك عايز تنتحر من كتر ما هي بتطلع طاقه سلبيه اصلا. المهم ان انا تجاهلت ده كله ولبست ونزلت كليتي ورحت الكليه وقابلت صحابي، واليوم كان عادي جدا ودخلت اول محاضره. بس وانا قاعد في المحاضره رحت واحد واقف قدام باب السكشن، ولما ركزت قوي ده نفس الراجل اللي مسك ايدي وقال لي ان اللوحه ما بتحبش اللي ينساها. قمت من مكاني مفزوع وقدمت عند الباب عشان اتاكد، بس لما وصلت انا ما لقيتوش. انا حرفيا كانه في قص ملح قدامي، كانه اختفى فعلا للمره التانيه. فضلت قلقان ومتوتر باقي اليوم لدرجه ان انا ما كنتش مركز في اي حاجه. كنت بحضر المحاضرات بس كنت بفضل سرحان قاعد بفكر في اللي حصل ده وما كنتش فاهم. روحت البيت في وقت متاخر شويه بعد ما المحاضرات خلصت. روحت وانا كنت مترب، روحت لقيت باص للوحه ما كنتش مرتاح. فضلت قاعد شويه باصص لها ومرتحتش برضه، حاولت انام معرفتش. رحت قايم شايل اللوحه قلبها مخلي وشها للحيطه ومعلقها تاني ونمت. وفعلا نمت مرتاح لما عملت كده، وصحيت من النوم على الساعه 3 او 4 الفجر قلقان. بس اول ما فتحت عيني وببص للوحه لقيت اللوحه متعلقه ومقلوبه. كنت مفزوع قوي، بس برضه ما رضيتش احط نفسي في خانه ان انا اوضر بالاسوأ، وقلت اكيد حد شافها مقلوبه وعملها، مع اني متاكد ان مفيش حد بيدخل اوضتي. بس رميت التبرير ده عشان ما اقلقش نفسي. قمت قلبت اللوحه تاني وطلعت بره عشان اجيب ميه اشرب، وجيت دخلت اوضتي لقيت اللوحه متعلقه ومقلوبه. لا هنا نقف، هنا ما هو اكيد مفيش حد دخل اوضتي عدل اللوحه في الدقيقتين اللي انا دخلت فيهم المطبخ شربت وجيت، مستحيل. بس برضو انا مش شخص بخاف بسهوله جدا. انا شخص مؤمن بالماورائيات، ومؤمن ان في حاجات في حياتنا غريبه بتحصل، ومش كل حاجه لازم نفهمها او كل حاجه لازم يكون ليها تفسير منطقي او علمي. بس برضو مش هحط نفسي في خانه ان في نظريه مؤامره وفي كائنات من عالم اخر بتتآمر عليا عشان تعدل اللوحه، مش الدرجات دي فاهم. صباح الفل، انا اتفهم من كده بكتير، او انا كنت فاكر ان انا اتفهم من كده بكتير. فقلبت اللوحه وقلت هنام والصبح هشوف اسال حد من البيت اذا كان هو اللي قلب اللوحه او لا. نمت وراحت عليا نومه ونمت كتير، وصحيت من النوم كان فات ميعاد الجامعه وفات ميعاد الشغل. قمت لقيت اهلي قاعدين بره، سالتهم حد دخل اوضتي او عدل اللوحه المقلوبه دي؟ قالوا لي احنا ما نعرفش ان انت جبت لوحه اصلا او ان في حاجه في اوضتك، خصوصا مفيش حد بيدخل اوضتك اصلا وانت عارف ده. وانا كنت متاكد من ده بس كنت قلقان. دخلت اوضتي وقعدت مع نفسي وبدا ان الفضول يشتغل والقلق واحساس انك لازم تفهم. وجيت على نفسي وجيت على كرامتي وقمت رايح على البنت اللي انا قلت لكم عليها اللي جابت لي اللوحه. جيت عليها واول ما ردت قلت لها ازيك، لسه بتقول يا احمد؟ قلت لها انا عارف ارنش عليكي تاني لانك اتخطبتي ومبقاش من حقي ان انا عرفتك، وانا بس حابب اشكرك على الهديه وحابب اسالك بس انت جبتيها منين او لو تعرفي حاجه عن قصتها. قالت لي لا انا ما اعرفش حاجه عنها غير اللي انا قلته لك، ده اللي صاحب المعرض قاله لي، ولو على المعرض انا ممكن اديك عنوانه عادي جدا. قلت لها يا ريت. ففعلا ادتني عنوان المعرض وما سالتنيش انت بتسال ليه. ما اعرفش، هي كانت بتاثر بقى في الكلام وما كانتش حابه تتكلم معايا، ما حطيتش في بالي قوي. الموضوع عدى عليه وقت وكنت يعني بحاول ان انا اتجنب ان انا اتعامل مع الشخص ده عشان ما ارجعش لنفس الحال اللي انا كنت فيه. عنوان المعرض كان في قريه بعد المدينه اللي انا قاعد فيها بمسافه مش بعيده قوي يعني. خدت العربيه ورحت للقريه دي، واول ما وصلت بدات ان انا اسال عن المعرض لان اللوكيشن ما كانش جايب التفصيل قوي. دخلت القريه والناس دلتني على المعرض، وحرفيا هي القريه بسيطه جدا
قرية ريفية عادي جدا بسيطة، ترعى وناس فلاحين وأراضي زراعية وكده، مفيش حاجة مميزة يعني. بس المعرض اللي في وسط القرية ده هو فعلا تحفة فنية. معرض مبني على الطراز الروماني القديم ده، وعارفه اللي هو نظام الأعمدة والتماثيل الرومانية والكلام ده. معرض حرفيا تشوفه يبهرك، تحس ان هو نجمة في وسط ظلام يعني. مش بقلل من القرية خالص، بس فعلا المعرض شكله تحفة. أول ما تدخل المعرض من جوه عبارة عن طرقة قدامها الأمن، بعد كده تدخل طرقة فاضية، بعد كده آخرها سلم تطلعوا الدور التاني. تلاقي على يمينك لوح وتماثيل كتير جدا، مكان كبير جدا. على يمينك لوح وتماثيل، وعلى شمالك كذا شاشة، كل شاشة بتعرض لوحة معينة واسمها وتاريخها ومين اللي رسمها والكلام ده. وفي الوش في أوضة مكتوب عليها مكتب المدير. رحت هناك، خصوصا ان انا كنت مستغرب ان مفيش عمال في المكان ولا في اي حد غير الامن اللي واقف. دخلت جوه وخبطت على الاوضه، فتح لي راجل ذوق جدا وشكله محترم كده، قال لي اتفضل حضرتك امرني. دخلت وقعدت والراجل صدفني بصراحه. الراجل كان ذوق جدا لحد ما وريته اللوحه اللي انا جاي اسال عليها. اول ما شاف اللوحه الراجل قلب وشه وبص لي وقال لي عامه احنا مفيش لوح بترجع. قلت له حضرتك ايه ده؟ انا مش جاي ارجع اللوحه جايه لي هديه، انا جاي بس اسال حضرتك عن كده سؤال. قال لي اعذرني يا ابني، بس اللوحه دي من ساعه ما جبناها وهي فقر وكانت نحسه على المكان، وما صدقنا خلصنا منها. فانا قلت له طب انا عايز اسال حضرتك بس لو تعرف حاجه عن قصتها وكده. قال لي بص يا ابني، انا كل اللي اعرفه عن اللوحه دي ان اللوحه دي كانت في قصر عايش فيه راجل ومراته، والقصر ده ولع، وبيقولوا ان اهل القريه هم اللي ولعوا في القصر ده. وبعد ما القصر ولع ما اتبقاش منه الا اللوحه وكام حته انتيه كمان، واتعمل عليهم مزاد واحنا خدناهم، ويا ريتنا ما خدناهم، لان هي كانت لوحه فقر وكانت جايه بالخراب والفقر علينا، وما صدقنا خلصنا منها بصراحه. طلبت منه عنوان القصر، والراجل بصراحه ما سالنيش اصلا انت بتسال عن ليه ولا انت ايه اللي حصل لك ولا الكلام ده. تحس ان هو كان عايز نمشي وخلاص. اداني العنوان بتاع القصر ده واستأذنت منه ومشيت. بس بيني وبينكم حسيت ان انا مكبر الموضوع شويه، وان انا بس كان ارهاق على توتر. خدت بعضي وروحت على بيتنا، وانا مروح ركنت عربيتي تحت البيت ولسه طالع البيت قابلت 2 صحابي، نوح ويوسف. لقيت نوح بيقول لي ايه يا عم فينك؟ بنرن عليك مختفي وما بتردش ليه؟ قلت له والله بس مشغول وكده، والفتره دي بس كنت تعبان شويه. قال لي لا الف سلامه، بس عامه احنا مستنيينك النهارده بالليل في مكاننا عشان الرجاله كلها متجمعه وبقالنا كتير ما اتجمعناش، وقلنا هنتجمع النهارده كلنا ونسهر، وبقالنا يومين بنرن عليك وانت مختفي خالص. قال لي احنا رايحين دلوقتي. قلت له انا لسه راجع من سفر، بس هطلع فوق بس ارتاح شويه وهغير كده واجيلكم باذن الله. قال لي تمام هنستناك اهم حاجه. قلت له ما تقلقش ان شاء الله جاي. طلعت خدت الشاور الجميل وكلت الاكله اللذيذه ونزلت. كانت الساعه تقريبا 11 او 12 بالليل. رحت لهم هناك، قعدوا يقولوا لي ايه يا ابني كل ده؟ رننا عليك ولا 1000 مره وانت ما بتردش. وانا في الفتره دي ما كانش عندي طاقه اصلا ان انا اتعامل مع حد، فكنت يعني بتجنب اي نقاش او اي حاجه. فكنت دايما هتلاقيني عامل التليفون سايلنت، عامل التليفون على الطيران، فكتير جدا كان بيجيلي مكالمات وما بردش. فانا قلت له ما خدتش بالي وكده، وقعدت. قال لي يا عم في حتى واحد جه سأل عليك هنا. فانا استغربت مين اللي يجي يسأل عليا هنا؟ المكان اللي احنا رحناه او مكاننا ده هو عباره عن حته ارض زراعيه كده بتاعت اهل نوح. فاحنا كنا بانيين اوضه على طرف الارض دي، كنا بنقعد فيها نولع نار، نعمل شاي، نشوي ذره، نقعد نحكي قصص بقى للصبح. فانا لما رحت لهم قالوا لي ان في واحد جه سأل عليا، انا استغربت لان انا ما قلتش لحد ان انا جاي هنا ومحدش يعرف ان انا جاي هنا. وبعدين لو حد عايز يسأل عليا يجي يسأل عليا هنا، وهيعرف منين اصلا ان انا جاي دلوقتي؟ قعدوا يوصفوا لي شكله وانا كنت مستغرب جدا، لان لما وصفوا لي شكله طلع نفس الراجل اللي مسك ايدي عند الشغل وقال لي اللوحه ما بنحبش اللي ينساها، ونفس الشخص اللي انا شفته في الجامعه. هنا انا كنت متوتر بطريقه وكنت خايف بطريقه. هنا ادركت ان انا فعلا مش مكبر الموضوع، والموضوع كبير لوحده. خدت الموضوع بهزار وعملت نفسي مش فاهم وقلت لهم لا معرفش مين ده، وقعدت والموضوع عدى ومحدش حط في دماغه. بس انا كنت قاعد مترب وكنت تايه، وكان باين عليا ان انا بسرح كتير. قعدنا سهرنا على قد ما سهرنا وروحت. كانت الساعه تقريبا 6 الصبح او 7 الصبح. روحت البيت وطلعت وفتحت باب اوضتي وداخل. عارف لما يكون في اعصار قاعد في مكان؟ دي اقل كلمه تتقال على المنظر اللي انا شفته. الاوضه كانت مقلوبه، مفيش حاجه فعلا في مكانها. السرير متكسر والمرتبه مرميه، الهدوم متقطعه، اللوح اللي على الحيطه كلها متقطعه ومرميه. حرفيا لو كان في حرب في الاوضه ما كانتش هتبقى في كميه الفوضى دي.
انا اترعبت، قفلت باب اوضتي وطلعت بره على البيت، صحيت البيت كله وقلت لهم في حد دخل اوضتي، في حد دخل البيت، في حاجه حصلت؟ لا يا ابني مفيش حاجه، انت في ايه؟ قلت لهم تعالوا معايا بسرعه. خدتهم معايا وبفتح الباب وداخل اوضتي، بس صدمت لاني لقيت الاوضه مترتبه ونضيفه وكل حاجه في مكانها، احسن من ما انا كنت سايبها كمان. طبعا كلهم بصوا لي بصه اللي هو، ابويا بص لي بصه اللي هو انت مجنون، وامي بصه لي بصه اللي هو انت شربت حاجه وانت بره ولا ايه، وسابوني طبعا ودخلوا وكملوا نومهم، وانا كنت مرعوب، انا كنت قاعد مترعب. هنا ادركت ان الحوار مش بسيط، وانا فعلا مش مكبر الموضوع، وخدت العنوان بتاع القصر وقلت انا لازم انزل دلوقتي ولازم افهم. قفلت باب اوضتي ونزلت، حاولت ادور العربيه مره واتنين ما لقيتش، لقيت تاكسي معدي صدفه. وكان غريب ان تاكسي يعدي من المنطقه دي صدفه، لان المنطقه بتاعتنا ما بيعديش منها يعني تاكسيات كتير او عربيات كتير اصلا. وقفت التاكسي وصدفه سواق تاكسي طلع من القريه اللي انا رايحها، قال لي انت رايح لمين في القريه دي؟ انا من هناك اصلا. قلت له في قصر هناك بيقولوا انه اتحرق من فتره، وانا كنت رايح اشوف القصر ده واسال عنه. قال لي عامة انا مش هدخل القرية، انا كبير يا باشا، هوصلك على باب القرية او في الميدان وانت تعامل. فبدأت اسأله طب ليه يا ابني، طب في ايه، طب انت مش عايز تروح هناك ليه؟ قعد يتوه في الكلام ويتحجج ويقول لي اصل الطريق مكسر. قال لي عامة يا باشا ده اللي اقدر عليه، ولو حضرتك مش موافق ممكن انزلك هنا تشوف حد تاني يوصلك. طبعا انا كنت متأكد ان لو نزلت مش هلاقي تاكسي تاني يوصلني، فقلت له ماشي يا عم وصلني انت بس ميدان القرية ده وانا هتعامل. المهم الراجل وصلني، وكانت الدنيا بدأت تمشي والنهار طلع والناس بدأت تتحرك، خصوصا ان دي قرية ريفية يعني، فالناس بتصحى بدري والكلام ده. المهم ان انا نزلت وما كنتش عارف اعمل ايه، بدأت ان انا اوقف الناس، اسأل ده عن القصر، اسأل والناس تقف، ومجرد ما اجيب لهم سيرة القصر ده الاقيهم سابوني ومشوا من غير حتى ما يردوا عليا. كنت مستغرب يا الناس دي بتعمل كده ليه. مع الوقت بدأت الناس تتجاهلني اصلا، بدأت ان انا احس ان انا شفاف فمش حد بيرد، لحد ما وانا واقف لقيت في واحد واقف على الناحية التانية من الشارع وبيشاور لي. رحت له وبقول له امرني، بيقول لي انا شايفك تايه من الصبح وقاعد تسأل الناس ومحدش معبرك، انت ايه يا عم، انت جاي هنا ليه، شكلك غريب مش من هنا. قلت له والله انا صحفي وجاي اسأل على قصر هنا كان اتحرق زمان. قال لي انت قصرك على بيت شكار؟ قلت له انا معرفش مين شكار، انا عايز افهم القصر ده انت تعرف ايه عنه. قال لي بص يا بيه، القصر ده بتاع واحد ملعون اسمه شكار، كان ساحر وكان دجال، كان راجل اعوذ بالله بيشتغل بالسحر الاسود، وكان بيأذي الناس وكان بيأذي اهل البلد الغلابه عشان يرجوله بحجه ان قال ايه يعالجهم تاني، وهو اصلا ساب الاذى وياخد منهم فلوس، ومحدش كان عارف يوقفه ولا يقف قصاده، لحد ما الراجل ده عجز وقلنا ان احنا هنخلص منه. بس جت مراته كانت شابه صغيره وبدأت ان هي تعمل نفس اللي كان بيعمله، وكان اسخن منه واكتر بطش منه، لدرجه ان مفيش حد من اهل القريه سلم من اذاها اصلا، وكانت بتأذي كل حاجه، صغيرين وكبار وعواجيز، محدش سلم منها يا بنت. لحد ما اهل القريه قاموا عليها وزهقوا منها ومن اذاها ومن اللي هي بتعمله، وقرروا ان هو هيولعوا فيها وهي جوه القصر، وفعلا ولعوا بالقصر باللي فيه. ومن ساعتها وبيقولوا ان روحها ساكنه جوه القصر. ده رأي ناس، وفي ناس بتقول ان هي حاولت تحضر الشيطان بس ما قدرتش عليه وحرقها هي والقصر، وبيقولوا ان اللي جوه القصر ده روح الشيطان لانه اتحبس جوه القصر ده ومعرفش يطلع منه، ومن ساعتها بقى بيقتل اي حد يحاول يهوب من القصر او حتى يفكر انه يروح. قلت له طب بعيدا عن ده كله، وريته اللوحه وقلت له تعرف حاجه عن اللوحه دي؟ قال لي لا بصراحه ما اعرفش، بس انا ممكن ادلك على اللي يعرف. قلت له مين؟ قال لي عم يونس. عم يونس ده كان بواب القصر من ايام ما الملعون شكار ده كان عايش، وهو اللي عارف كل حاجه عن القصر وكل حاجه كانت بتحصل فيه. قلت له طب وديني ليه؟ خدني ووداني لعم يونس. عم يونس بصراحه كان راجل ذوق لدرجه انا ما اقدرش اقول لك عليها، لدرجه ان هو ولا كان يعرفني ولا كان يعرف انا عايزه في ايه. ولما رحنا عنده اكرمنا وعمل لي شاي وكان ماسك فيها ان احنا نتغدى، وكان راجل يعني من اهل الكرم قوي يعني. قعد يتكلم، وكل لما احاول اجيب له سيره القصر او سيره حاجه عن القصر يتوه، لحد ما الراجل اللي وصلني ده استاذن ومشي. وبعد كده بدات احكي لعم يونس عن كل اللي حصل لي وكل اللي انا شفته من ساعه ما خدت اللوحه دي، ووريته صوره اللوحه. وهو اول ما شاف صوره اللوحه اصلا وشه قلب وبص لي كده وقال لي بص يا ابني، انت كده كده بتعتاد الموت، انا هحكي لك بس على مسؤوليتك انت عشان ابقى اخلص ضميري قدام ربنا. بصيت له وانا ما كنتش فاهم حاجه، بدا يتكلم ويقول لي بص يا ابني، القصر ده زمان كان
بتاع واحد اسمه شكار. شكار ده كان ساحر ورجال. قال لي الراجل ده كان بيستعمل نوع من انواع السحر اسمه الهودو. الهودو مش الفودو، لان دي حاجه ودي حاجه. احنا كده كده هنتكلم في السحر من اول سحر الماجا لحد الموضوع ما اتطور، وهنحكي في اصول السحر تاريخيا والمنظور الديني كمان، بس مش دلوقتي لان الفيديو محتاج تركيز كتير قوي ومعلومات كتيره جدا، فاحنا لسه سايبينه قدام شويه. المهم قال لي ان الراجل ده كان بيستعمل نوع من انواع السحر اسمه الهودو. السحر ده كانوا بيقولوا عليه سحر تبديل الارواح او سحر انتقال الروح. السحر ده كان بيقوم صاحبه بيعمل طقوس معينه بتفصل الروح عن الجسد، حاجه كده زي الاسقاط النجمي بس اثناء الوعي وانت صاحي. وممكن كمان بالسحر ده انك تبدل روح ما بين شخصين، بس بشرط انك لو حطيت روحك ده في جسم شخص انت هتعيش باللي باقي من عمره هو وبمصيره هو، مش مصيرك انت. وهو روحه هتنتقل لجسمك انت وهيعيش باللي باقي من عمرك انت ومصيرك انت. فالملعون اللي اسمه شكار ده كان بيستخدم السحر ده في انه يفصل روحه عن جسمه كل يوم بالليل، ويحوم في القرية ويعرف معلومات وأسرار عن أهل القرية ويتعامل بيها ضدهم عشان يلجأوا له. وقال إيه؟ بيعالجهم وبيحميهم من اللي بيحصل ده كله، وهو أصلا قص الخراب. ومر الزمن وفضل شكار يعمل نفس اللي هو بيعمله من أذى أهل القرية ومن أذى الناس لحد ما الزمن جرى عليه وعجز. في الوقت ده قرر ان هو يروح يجيب بنت من اهل القريه يتجوزها. ما نقولش يتجوزها لان محدش كان هيحب ان هو يناسب ساحر ودجال زي ده، هو بالمعنى الاصح اشتراها بالفلوس، الفلوس اللي جايبها من اذى الناس الغلابه ومن اذى اهل القريه. يعني البنت دي اهلها غلابه وعلى قد حالهم عشان كده وافقوا. البنت كانت شابه وصغيره، خدها بهدف ان هو مش الجواز، بهدف ان هو ينقل روحه فيها. بس كان من عيوب السحر ده ان هو عشان يطبقه على حد او عشان يأذي بيه حد كان لازم يكون الحد ده مأمن بيه، لان السحر ده ما بيأذيش جاهله، لازم تكون فاهمه وعارفه ومؤمن بيه عشان يأذيك، غير كده لا. فشكار اضطر ان هو يعلمها، بدأ ان هو يعلمها اصول السحر ومن البداية عشان تكون فاهمة ومؤمنة بيه، عشان لما يبدأ ان هو يعمل الطقوس دي ينقل روحه جوه جسمها ويعيش باللي باقي من عمرها هي وينقل روحها جوه جسمه. وفعلا فضل يعلمها لحد ما جه اليوم الموعود، وفهمها ان هو هيعمل طقس كبير يخليها ذو شأن وذو قيمة. وفعلا عمل الطقس وهي فعلا كانت اتعلمت ومؤمنة بالسحر ده، وعشان كده قدر ان هو ينقل روحها جوه جسمه وينقل روحه جوه جسمها. هو كان فاكر ان بالطريقة دي هيضمن الخلود وهيفضل عايش بقية حياته، بس ربك ما بيتعاندش، مفيش حد بيقدر يعاند إرادة ربنا. عمل الطقس ده وفعلا نقل روحه جوه جسمها ونقل روحها جوه جسمه، ورمى عليها تعويذة عشان تفضل مشلولة ولا بتتحرك ولا بتتكلم حتى، عشان ما تسببلوش أي مشاكل. وفضل في نفس اللي هو بيعمله، يأذي الناس وياخد فلوس من أهل القرية بسبب أذاهم بحجة إن هو بيعالجهم. ومر الزمن على كده لحد ما جه في يوم كان بيحاول إن هو يحضر ملك من ملوك الجن وما قدرش عليه، والملك هاج ولع في القصر كله باللي فيه. وفي الوقت ده هو حاول يفك اللعنة اللي هو رماها على مراته اللي في جسمه بأمل إن هي تفوق وتساعده عشان هما الاتنين يحاولوا إن هما يقدروا على الشيطان ده، بس ملحقش. بعد ما روحها طلعت من جسمه وحاولت تدخل جسمها تاني ما قدرتش لأن كان جسمها خلاص اتفحم، ولسبب غير معلوم روحها اتشدت للوحة كانت مرسومة ليها أصلا، حاجة ليها علاقة بالطاقة وليها علاقة بالهالة والكلام ده. روحها انكسبت للوحة دي وفضلت محبوسة جواها، والقصر كله اتحرق، حتى أجسامهم اتحرقت، وما فضلش من القصر غير اللوحة دي وكام حاجة كمان. ومحدش طبعا حاول ان هو ياخد حاجة من مقتنيات الساحر ده، لان الناس كلها كانت بتخاف تهوي ناحية القصر اصلا، ولا ظهر له اهل ولا ظهر له ناس. فالحكومة حجرت على القصر وعملت مزاد على الحاجة السليمة اللي جواه، وجه معارض وخدتها زي ما انت حكيت لي بقى، لفت وقعت في ايدك. بس انا عايز اقول لك ان مفيش حد وقعت في ايده اللوحة دي وفضل عايش. اللوحة دي بتعدي بمراحل، اول حاجة بيفضل باصص لها ومقلق منها وبيفضل يهرب منها، بس مع الوقت بيتعلق باللوحة دي جدا وبيتنيه باصص لها لحد ما يموت قدامها. ومعظم اللي اختاروا اللوحة ماتوا بنفس الطريقة، سكتة قلبية وهم قاعدين باصين قدام اللوحة، محدش عارف سبب موتهم. فانت دلوقتي يا ابني كده في تعداد الموت، سواء دلوقتي سواء بعدين، وديك دلوقتي فهمت وعرفت. واتمنى يا ابني انك ما تصدقش وما تامنش بالسحر ده، لانك لو امنت بيه هتموت بيه. كان في دماغي 1000 سؤال، قمت وشكرت عم يونس واستأذنت ومشيت، وانا كان قلبي مقبوض وكنت خايف جدا. كان في دماغي 1000 سؤال. هل البنت اللي جابت لي اللوحة دي كانت عارفة كل ده؟
هي لو كانت عارفه كانت اصلا ان هي تاذيني. طب ليه؟ انا ما عملتلهاش حاجه وحشه، ولا عمري فكرت ان انا اذيها. بالعكس انا كان كل اللي انا عايزه ان انا احافظ عليها او اخليها سعيده على قد ما اقدر. ما يتهيأليش ان انا في يوم اذيتها او عملت لها حاجه وحشه عشان تعمل كل ده. بس كنت بقول اكيد هي مش فاهمه. بس كان كل الهدف اللي في دماغي وكل اللي انا عارفه ان انا لازم اروح البيت دلوقتي، لان انا سايب اللوحه في البيت واهلي في البيت. ما كنتش متاكد من اي حاجه في الوقت ده. كانت الحاجه الوحيده اللي انا متاكد منها ان انت تنزل تعمل لايك، تكتب كومنت، تعمل لي شير، تروق كده على الدنيا. والقصه لسه ما خلصتش، هي اصلا لسه ما بدتش وهنكملها بعدين. بس لحد هنا خلص حلقتنا النهارده. اتمنى تكون القصه عجبتك وتنزل تكتب لي استنتاجك كده ايه اللي هيحصل في الجزء الجاي. زي ما عودناكم ان قصصنا هي فوق قدرات العقل البشري. اشوفك في الفيديو الجاي، سلام.